مدرب المنتخب السعودي يصفع اللاعب عبد الله الحمدان في المؤتمر الصحفي. شوفوا هذا الفيديو وبرجع اقول لكم رايي. الشيء اللي صار اليوم، يعطيكم الف عافيه وشكرا. شكرا يا عبد الله. تفضل ابو صالح. طبعا للأسف الشديد البعض يقول ان هذا عيب وان المدرب اخطأ في حق اللاعب واهان اللاعب. لا، انا من وجهة نظري الموضوع عادي جدا. اللاعب اخطأ في ركلة الجزاء وضيعها واعتذر في المؤتمر الصحفي، والمدرب ايضا دافع عنه وشجعه، وبعدين في الاخير ظهر انه على اساس انه عاقبه وكذا، وهذا يدل على الروح الطيبة بين المدرب واللاعبين وعلاقتهم القوية. وهذا مدرب مع لاعب بيمزح والامور طيبة، هو على اساس انه عقاب في نفس الوقت مزاح، وهذا يدل على علاقتهم القوية، العلاقة بين المدرب واللاعبين. فانا اشوف ان الموضوع طبيعي جدا ولا في اي اهانة ولا شيء. علاقة اللاعب بالمدرب، اب بابنه، الامور طيبة. تحياتي لكم.